سيمبا لا تفكر حتى. ها طلعت العصافير الحوش. أول ما طلعتهم قاعد يغنوا، حسوا نفسهم انه طلعوا في البراري خلاص، انه خلاص الحرية، باقي بس نطلع بالقفص هذا ونطير. قاعد تسأل شات جي بي تي هذول يعني لو أطلقت صراحة هم كيف؟ قال لي انه هم ودهم انه يطيروا كل شيء زي كل العصافير، بس ممكن انهم ما ينجوا برا يعني. بس حزنت عليهم بالقفص كذا قاعدين، ودي صراحة اخليهم يطيروا، بس يقول انه ما حينجوا برا يعني لانهم مو مدربين زي العصافير العادية اللي تكون تنولد برا وكذا. المهم خليتهم شوي كذا في الحوش، انبسطوا وقعدوا يتكلموا مع العصافير اللي برا. سوسي قال لك انه ما نشوفك هنا. ها هذا بيخوفهم، وقف على رجوله كمان. هذا بيخوف. سيمبا ارجع البيت بالله، بالعادة انت تكون نايم. بسم الله. سوسي سوسي نوري عارفة انه ممنوع، فايش تسوي؟ تسوي نفس انها راحة عند الاشجار وكذا، بعدين بس تستناني اروح شوية. حركاتها البنت هذه تروح تهجم عليهم. تخيلوا شدت ديل العصفور كيف قاعد يترصد. طبعا سيمبا شلته لانه زودها شويتين. لا حاط رجله على الشاشة. شوف هذا رجله ترى. اي جديد للحياة. خش البيت يلا. شوفوا نصابة استنتني ادخل البيت. شفتوا هي عارفة لما انا كنت برا راحت عند الاشجار لانها عارفة اني حخاصمها، بس استنتني ادخل البيت. نوري نوري شفتوا يعني ان انا رايحة عند الاشجار اصلا. نوري شت. نوري انا ايش قلت؟ يلا روح البيت يلا يلا. ايش رايكم اليوم نضحك على عبد الرحمن ونخليه يشتري لك قطيع ولا يشتري لي الجوال اورنج؟ بس لا دقيقة، ايش ابغى انا عندي الابيض. ولا نخليه هو اللي يجهز الموفي نايت، يسوي لنا حالة كذا ويسوي لنا حركات. خلاص لقيتها يا جماعة، شوفولي الله. خلاص هذه احسن من كل الهدايا. ولا نخليه كذا ياخذنا على البر بما انه ويكند بكرة، وهو يزبط كل شيء. انا مو مسؤولة عن ولا شيء. يزبط القعدة، الاكل اللي حناكله. فكرة حلوة. ولا ياخذنا سفرة. لقيتها احلى هدية لاحلى اميرة. استاهل. لقيت. ما صبحت عليكم انا وما قلت لكم صباح الخير، كيف حالكم؟ صباح الخير. قاعدة اسوي موية الرز مع موية الورد صح؟ لا مع موية عادية، بس المرة الجاية من جد راح احط موية ورد. احس يعني هيطلع مفيد اكتر انه في موية ورد. تعرفوا ما شاء الله كمية والله كثير، بس هذه حتكفيني. حتى قطرتين موية ورد، مو لازم تحط كثير. لا هي بدل الموية العادية تحط موية ورد وخلاص. العصافير رجعتهم لأن حسيت حر عليهم. الرحمن كان برا وتو رجع الآن. ايش المخططات اليوم؟ قل لي يعني. رحت بس بفطرك برا. يلا ها انبسطي. هتفطرني برا؟ بس الآن الساعة 1:22 دقيقة. وقت فطر عادي نتغدى. وقت غدا الآن، بس حس يبغالي فطور مو غدا، ما ادري. فطور. انا صراحة ما بحب الفطور. جنبنا هنا جنب البيت. هذا اخرتك حتوديني هنا جنب البيت. لازم يكون مكان بعيد عشان تنبسطي؟ ايه لازم. طيب مكان بعيد يلا. زوي. بسم
بسم الله طيح الاغراض هذا الصغير قاعدين يحوسوا. شيطان هذا يا اخي. شوف والله شيطان صار. مرة شيطان. جيت من برا البيت قال لك بيرجعني، كان بتخبي ونطلع ورجع. دقيقة ابغاكم بس تشوفوا الفرق بيني وبينه. هو ايش راح يسوي؟ راح يوديني على مطعم فطور جاهز، يعني انت ما حتتعب، ما حتقدر وقت المطبخ. انا امس قعدت اقطع الفواكه واسوي الشوفان واعصر العصير بيديني واسوي الشاي والافوكادو هرسته. لا انا زعلانة. انا زعلانة انه تم الضحك علي. تم الضحك علي. نعم والله ضحكت علي امس والله طول الوقت. عجبني الوضع. قاعد وشفت السنابات حقك هاي الصابر الصباح، وانت قلت لهم ان انت اصلا راضي. روت بالليل شفت سنابات ومو بس منشنتك بالغلط. ايوه على طول لبست ملابسي ورجالي لما اخذت الجوال منك على طول كاتب رساله. اوه ماي جاد، وانا اقول ايش بماخذ جواله، ترى راح يحذف المنشن. تخيلوا ايش يقول. ايش يقول؟ انا اليوم اصلا مو راضي، انا اليوم مو زعلان ومدري ايش وراضي عن امير ويمنشني. طب كيف لو شفتها؟ احمد ربك يمنشني يعني شوفي. احمد ربك اني ما شفتها والله. اوه ماي جاد. المهم دائما ما تفتح الرسائل. انا ما افتح لاني اكون مشغوله. انا افتح متى اخر الليل لما اخلص التصوير وكل شيء، اشوف تعليقاتكم. لانه الرجال هذاك بيستلم الايفون. ايوه في عندنا فايز. في عندنا فايز وصل الايفون حقه امس خلاص صار جاهز، بس لسه ما استلمه، فانا قاعده اشيك معاه استلم ولا لا. وهذا انا بلغته امس قلت له روح ولا حتتلغي هذا الطلبيه. ايوه طيب المهم وانت تتروش الان، مو انت لازم لما تتروش تجيك الافكار والالهام وهذه الاشياء. خليها تجيك الالهام كيف تعوض زوجتك اللي رينج روفر واقفه برا، كيف تعوضها عن امس الاشياء اللي سويتها. ايه انا ما ارضى بمطعم، انا من الان اقول لك ها مع نفسك. لا نستغل الوضع والله. ايش يعني هو امس خلاني اقعد اتعب ودري اول يوم بيتعب، لا حيوديني كمان مطعم مع نفسه. اكثر شيء ما يخليني ابى اسوي مويه الرز العلبه يا جماعه. تخيلوا لسه ما استخدمتها، بحطها الحين بخ على وجهي قبل ما احطها في الثلاجه، ما اشتغلت العلبه، فحضطر الحين فرغت اللي فيها، حطيت لها مويه وقلت خليني اتاكد يمكن انه مويه الرز ثقيله او شيء. برضه مو ما في شيء ينزل مره تقار البخاخات، ما اعرف ليش. فالحمد لله عندي علبه اخيره فوق، يا رب انها اخر مره. والله استخدمت علبه لاول مره، يعني طول وقت الرز هذا صلاحيته اسبوع كانت تشتغل. المره هذه من بدايتها كذا ما اعرف ليش. المهم نونو تعال يا نونو. يحوس قاعد في البيت ما عارف وين يروح. طبعا الرحمن عازمني على الفطور اليوم، قال لي يلا انا حروح اتروش وانت بسرعه البسي واجهزي انه يبغى لك وقت. قلت له طيب، وانا ايش قاعده اسوي في المطبخ؟ قاعده اسوي حق الكوكونات كلت، كنت على السريع قبل ما اروح لانه عدت عليه 36 ساعه يمكن، فخلاص وقته يعني ينحط في الثلاجه. راح انكه الكوكونات كلت الحين بايش؟ اي نكهه تحبوها. انا عن نفسي احب مره جوز الهند، فراح احط منه ملعقتين، وكمان لاحظت الميكس مع البينت باتر يطلع مره لذيذ، فراح احط نص ملعقه لانه هذا سعراته عاليه نوعا ما. اوكي ونخلط وحنرجعه في العلبه هذه، ويصير يقعد في الثلاجه كذا ابو ساعتين، وبعدين قوامه حيتغير. يعني الان هو السائل، لما احطه في الثلاجه حيرجع يجمد ويصير كانه زبادي كذا، مره حلو طعمه. الصباح كذا تاخذوه على معده فاضيه، بكتيريا نافعه، ما يحتاج تاخذوا بروبيوتيك معاه حتى. هذا فيه كل البروبيوتيك اللي تحتاجوها، ما شاء الله على القد يعني. الغطاء خلاص راح احطه الان في الثلاجه.
شايفين الشيطانة؟ شايفين الله 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 الله. طيح الصحن هذا وقاعد يلعب بالاشياء اللي طاحت منه. والله رقصان تكرهك. حلوة التفحيطة. تعالي جيب التفحيطات اللي يسويها. يا جماعة قلت لأميرة يلا تعالي نفطر برا، تقول لي أنا ما حرضى الفطور. على طول كده؟ نعم. أنا ما حرضى الفطور، ليش أصلا إيش في بيني وبينك؟ دقيقة. ده هي ناوية إني أنا أدلعها. لا لأنه أنت ضحكت علي أمس خليتني أدلعك على الفاضي وأنت أصلا مو زعلان. طب عادي يعني لازم تعودني على التعب اللي تعبته أمس. المهم قلت لأميرة تعالي لا امسك يدي من هنا. مسكت قالت لي أوف إيش بو كده مشدود؟ قلت لها امسك الجهة الثانية تمام ما فيها ولا شيء. هذا المكان كله مشدود في جهة اليسار. هذا المكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحتاج الخلاط لو سمحت. أنا حروح أتروش. أنت إيش قاعدة تسوي؟ قاعدة أضبط أغراضي. قاعدة أضبط أغراضها. في واحد يقول لزوجته روح ألبس عشان أفطرك برا تقعد تضبط أغراض المطبخ. يلا. يلا بس دقيقة. والله قرابيعها كثير أغراضها لما تقوم روتينها يا الله حفلة. سوي زينا نحن الشباب، تقوم تفرش أسنانك وبس، ما تسوي ولا شيء ثاني. ولا شيء. إذا في أكل تاكل بس. هذه يا جماعة مرة سوت فيها مقلب، اشتغلت وأنا فاتح الغطاء. هذا حكيت بيها مليون مرة. إيش هذا معاكي هنا؟ هذا كوكونات كاوت خليته يتخمر. شوف. ما عليك بعدين بالثلاجة والله يصير حلو. كوكونات. شوفي يا أميرة أنا بطلع بتروش، إذا ما حصلت جاهزة ترى حروح أفطر لحالي. كيف بس تدقين عليه؟ سامعة؟ إيه إن شاء الله. يلا. الرحمن جاب لي فكرة مرة حلوة، قال لي ليش ايش رايك نروح المدرسة نجيب إلي من المدرسة لأنه صارت تقريبا الساعة 3 وهي تخلص يعني 3. قلت والله فكرة، فحناخذها لأنه أنا كذا قاعدة أشيل هم إنه إحنا حنطلع بعدين حنرجع من المدرسة وإحنا ما حنكون فيه وكيف. ففكرة حلوة صراحة، فحجيب لها لبس عشان إيش على طول ألبسها في السيارة وتكون جاهزة للطلعة معانا. كنت حجيب العيد والله تخيلوا كنت حقفل الباب المفترسة هذه مع الهامستر. أمس إذا شفتوا سنابات عبد الرحمن قلتوا انتبهوا يد نوري كانت جوة القفص. تخيلوا ما أدري كيف دخلت يدها. قال لك إيش تبغى تسلم عليه ولا إيش؟ فتخيلوا كنت حقفل باب غرفة إيلين باب غرفتها ونوري جوا كويس لآخر لحظة وأنا كذا في الدرج قلت دقيقة وين نوري ليكون دخلت. أو ماي جاد يلا اطلع بسرعة يلا. هذه نخاف منها والله. تخيلوا تجيني رسالة الآن إنه ماخذ مخالفة في إسبانيا. والله الله يقلع إبليسهم بعد كم شهرين. سوق هذه كم سعرها؟ 250 درهم وإني قطعت شارع حمراء قال لك. ولا قطعت شارع حمراء ولا حاجة والله. هاي يرسلوا لي رسالة ثانية. مخالفة ثانية؟ ما أدري هي نفسها ولا واحدة ثانية كمان. شكله أحد ثاني ياخذ السيارة لا مكتوب إنه في نفس التاريخ اللي أنا مستأجرها. بس ما أفتكر إني أنا أبدا ما قطعت شارع أنا. والله إني أكون مرة ملتزم وش اسمه في السفر أخاف صراحة. فأنا بشكل عام يعني ملتزم بس في السفر أكون مرة حرص بزيادة. بس والله أحيانا أجيب العيد. خلونا نشوف الرسالة الثانية هذه اللي يكونوا بلعوني مخالفة ثانية 50 يورو. طيب يا جماعة جبت لكم صورة الشارع اللي يقولوا إني أنا دخلت إني أنا طنشت اللوحة هذه ممنوع الدخول ومشيت في هذا الشارع بالذات.
ما افتكر اني انا مشيت في شارع زي كذا في ملقا في اسبانيا والله صراحة. بس والله صراحة كل شيء جايز، المشكلة ما اقدر اقول لهم لا او اعترض. فخلاص دفعتها 270 درهم، يلا الله يعوض. بس مشكلة شركة التأجير هذه السيارات يعني شركة عريقة صراحة، وانا اثق فيها، ما اتوقع انهم نصابين او شيء زي كذا. فعشان ما تصير لنا مشاكل في المستقبل معاهم او شيء زي كذا، دفعتها خلاص دحين وخلصت خلاص 270 درهم. يعني بالله من جدك انا حلبس ملابس وسخة وحقعد فيها؟ اكيد يعني ديزاين وحركات. ما لاحظت انه في شيء تغير؟ غيرت الاوتفيت يا جماعة. يا ويلي البنطلون خرب، تخيلوا البنطلون السيستة حقه خربت، واحاول اصلح فيها، احاول هي من الجنب ما في فايدة. بسرعة ادور شيء البسه، البناطيل صغرت علي، طلعت بنطلون ورا الثاني كلهم ضيقين بدري كيف. فبعدين خلاص رجعت الموضوع، لبست جينز وتوب ابيض وعلى بليزر. والله ما ادري ايش صار، كيف كذا خرب السيستم ما اعرف. كنت مبسوطة باللبس حقي، خربت السيستة حقه السيستة. ها كيف السيارة الجديدة؟ يلا نشوفها في النهار، انا ما شفتها في النهار على فكرة. لا يا جماعة، بالنسبة للمخالفة حق شو اسمه حق اسبانيا، لا مو نصب، من جاية رسالة من الموقع نفسه، يعني نفس شركة التأجير، شركة معروفة عالمية. بسم الله ما شاء الله. اوه ماي جاد، شوي ما شاء الله، شوي بالله عليك. والله انك كفو انك جبت ال8 سلندر، اقسم بالله. قاعد يجربها كذا ويدعس شوية خلاص. والله كويس انك جبت دي، والله حبيت صراحة. اعطيني افخم شيء عندك. عزمها والله مرة ممتاز ومريحة ولينة، والله حبيت. ها طيب كم تعطيه من 10؟ انا الصراحة اقول لك انا هذا المكان ما عجبني ابدا، بعد مرسيدس وكذا الحركات هناك اضاءة وحش. المشكلة لا عجبني لا شكلا ولا استخداما، يعني عرفتي ممكن يكون والله يعني قصدك مو مريح بالاستخدام ولا ايش؟ ما والله يمكن هو على التعود. من ورا واسع ما شاء الله. طيب بس شايفة كيف مريحة السيارة؟ هذه ما فيها شاشات من ورا. حسب في انت تطلب بشاشات بدون زي حقنا السيارة، على كيفك انت. يعني اذا طلبت شاشات من ورا هذا حيتغير المكان ولا هذا زي لا ما هو؟ لا زي ما هو هذا. على كيفك، هو يغيروا لك ذا المكان. سلامات. حسيت هنا صراحة ما عجبني، ممل، حسيت فاضي زيادة. أنا ما عليك، انت شوف السيارة كيف مريحة، عزمها. طيب من برا مريحة كشخة وحلوة. ايه طيب يصير عندك اثنين مريحة وحلوة. البورشة حقك والله البورش حلو اقسم بالله. بورش بس شوية قاسي يعني. ايوه تحس فيها. لما قارنا دحين من البورش بهذه لينة، تتزحلق كذا في الطريق كأنها زي المرسيدس ترى، على جليد. ايوه زي المرسيدس تقريبا، بس المرسيدس احسن واحسن، المرسيدس اريح. بس هذه مرة ممتازة كذا لينة ومريحة، وانا احب الجيوب. البورش لفتها حلوة كمان. ايه لفتها مرة حلوة لانه كفر اللي ورا يلف. بس البورش طابع رياضي تعطيك اكثر، انه قاسية، بس حلو والله الاثنين. شفت كيف احقق احلامك؟ وكنت بالرينج روفر. حقق احلامك؟ مستاجرت لي سيارة ب1000 ريال لو احقق احلامك. 1200 لو سمحت، مو 1000. 200 ترى قبل ال1000. والله حرام عليكي صراحة، انا احب الرينج اكثر من الجي كلاس، والله العظيم. الجي كلاس حلو ما اقول فيها شيء، بس ما ادري، ما يعني السيارة ما دخلت مخي مرة، والله العظيم. من زمان انا السيارة هذه ما دخلت مخي نهائيا. يعني لو اقارن اثنين ركوبها قاسي، وانا ما احب السيارات اللي ركوبها قاسي ابدا.